السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا جدا. النهارده هنعمل اكلة المطاعم وللولاد ب3 قطع بانيه بس مش اكتر من كده. هم عندي ومحتارة اعمل ايه، فهنعمل اكلة مطاعم جميلة هيعشقوها وهيحبوها جدا وتكفي البيت كله. ايوه، ب3 قطع دول. يلا نسمي الله ونصلي على الرسول ونبدأ الفيديو ونشوف هنعمل ايه. بس يلا بسرعة اعملي لايك للفيديو وشاركي الفيديو مع حبايبك واصحابك، واعملي لايك للفيديو وتعليق حلو منك. هقطع الفراخ مكعبات زي ما انتوا شايفين كده بنفس الطريقة. بعد كده معايا طماطم وبصل وفلفل الوان او فلفل اخضر المتاح عندك هستخدميه. هقطع البصل والفلفل والطماطم مكعبات برضو بنفس الطريقة. هنتابع كده مع بعض. هنقطع البصل الاول اهو، عايزة تخرطيه عادي خرطيه، انا هقطعه مكعبات كبيرة شوية. اللي اول مره يشوف قناتي شرفتوني، يا رب يكون محتوايا بيفيدكم وبيعجبكم. ما تنسيش تعملي سبسكرايب للقناه وتفعلي الجرس باللون الرمادي عشان يوصلك كل جديد انزله ان شاء الله. شايفه البصل اهو، هنقطعه واكمل كله وهركنه على جنب. بعد كده هجيب الفلفل وهقطعه برضو مكعبات بنفس الشكل اللي انتوا شايفينه كده. فلفل اخضر، فلفل الوان المتاح عندك استخدميه. يا ريت تقولي لي في التعليقات بتشوفوني من اي بلد، وهل فيديوهاتي بتعجبكم ولا لا. انا طبعا سمية ومن مصر، واتشرفت بيكم وبحبكم جدا جدا، احلى متابعين في الدنيا. برضو الطماطم اقطعها بمكعبات بنفس الشكل. بعد كده هروح على البوتاجاز وهحط طاسة فيها معلقة حلوة كده من السمن البلدي، او ممكن مكعب زبدة مع معلقة زيت الموجود برضو عندك والمتاح. هسخن السمنة كويس جدا، اهم خطوة هتسخني السمنة كويس جدا. بعد كده هننزل فيها بمكعبات الفراخ اللي احنا قطعناها. هنقلب كده في الفراخ ونفردها علشان تاخد صدمة وتقفل المسام بتاعتها وتبقى طرية، ما تنشفش مننا عشان احنا مقطعينها قطع صغيرة. بعد ما تسخن كويس ولونها يغير من تحت هنبدأ نقلب فيها ونشوحها في السمنة السخنة لغاية ما لونها كلها تتغير خالص. دي مرحلة من مراحل السوا اهو. هقلب فيها كده بقى لغاية ما اللون يتغير. بعد ما لون الفراخ يتغير وتاخد تشويحة حلوة كده في السمن، هنزل عليها مكعبات البصل. شايفين الفراخ بشوح فيها ازاي؟ مفيش اي سوائل، هي السمنة بس. قومي كده دلعي ولادك واعملي لهم اكل حلو كده واحسن من الحاجات الجاهزة اللي بيجيبوها من بره. اللون غير معايا اهو زي ما انتوا شايفين، وبدأت تدخل في سوا. هضيف لها بقى المكعبات بتاعة البصل اهو، وهقلب بقى اشوح لغاية ما البصل يدبل معايا تماما. مش عايزة طبعا يغير لون، انا بدبله بس. هدبل البصل مع الفراخ. الريحة بقى جميلة، ولا حطيت توابل ولا حطيت اي حاجة، يا دوبك السمنة مع البصل والفراخ بس. بعد كده هنزل الفلفل الالوان او الفلفل الاخضر زي ما قلتلك المتاح عندك استخدميه. وهقلب برضو ادبل الفلفل مع البصل والفراخ. بعد كده هضيف مكعبات الطماطم وهقلبها كده معاها، وابدأ بقى ابهر معايا الفراخ اللي عندي. ملح وفلفل وبابريكا وبهارات فراخ، وهقلب كويس جدا. كده بقت جاهزة معايا الفراخ اهي، جاهزة كده معايا. هنروح بقى ونشوف هنعمل ايه لولادنا. عندنا العيش السوري بيتباع في كل حتة دلوقتي في اي سوبر ماركت، وفي افران بتعمله. جبنا العيش كده وهندهن بقى صلصة بتاع كاتشب ومايونيز، وهنحط الفراخ وشوية بطاطس محمرين وكام حتة زيتون وشوية جبنة رومي، جبنة موتزاريلا المتاح، ولف وابرم احلى سندوتشات شاورما او فاهيتا، لان دي فاهيتا مش شاورما. او زي ما انتوا شايفين بفتح الرغيف كده وبتني منه قطعة، هو بيجي جاهز كده. وهدهنه من الكاتشب والمايونيز
وبعد كده هنزل عليه الفراخ والبطاطس المحمرة والزيتون والجبنة الموتزاريلا او الرومي او الشيدر المتاح عندك. لم كمان بواقي التلاجة، ممكن تعملي سندوتشات بلانشون باي حاجة انت عايزاها، ممكن بالبطاطس بس والزيتون لو كمية الفراخ مش هتكفيكي، وتلفيها كده زي ما انت شايفة وتبرميها كويس. وهنخلص كمية السندوتشات بتاعتنا كلها بنفس الطريقة، سندوتشات ممونة، حاجة كده بقى دلع من الآخر. أظن مهما اشتروا من بره مش هيلاقوا حاجة ممونة ومليانة كده وحاجة نظافة كده زي ما انت هتعمليها. حتة الجبنة الموتزاريلا بقى كده زي ما انت شايفة، انا طلعت كل الحاجة اللي عندي في التلاجة وقلت اعمل لهم بيها السندوتشات. انا بقى سبت الفيديو ده ما سرعتوش عشان الاولاني كان متسرع، عشان تشوفي انا بعمل الخطوات ايه بالظبط. اهو بتني بقى كده وهبرم اهو زي ما انت شايفة كده. عملت احلى سندوتش. هنروح على النار بقى. معايا الجريلا بتاعتي او اي طاسة تيفال، وهحط فيها دهنة زيت خفيفة، رشة زيت خفيفة كده مش كتير. وبعد ما تسخن قوي قوي قوي، لازم تسخن كويس، اروح نازلة بالسندوتشات بتاعتي واضغط عليها بقى. احط السندوتشات كلها كده واضغط عليها. اضغط بقى عليها كده، اجيب السباتشوله بتاعتي كده واضغط على السندوتشات علشان الجبنه تسيح وتسخن وتدي لون حلو. هي كل حاجه فيها مستويه، يعني انا مش بسوي حاجه، انا بدي العيش من بره قرمشه كده ولون حلو. بعد ما نخلصها كده على الوش ده هنقلبها على الوش التاني. شايفين اللون تحفه ازاي، وبقى مقرمش وجميل جدا. ايه رأيكم؟ احلى سندوتشات فاهيتا هتاكلوها وولادكم هيحبوها جدا وهيطلبوها منك كل يوم. هخلص بقى كل الكمية بنفس الطريقة كده زي ما انتوا شايفين. وتعالوا نشوف بقى احلى سندوتشات. نحط جنبها بقى بقية البطاطس المحمرة كده، ولو شوية مخلل بقى كده زيتون او شوية كاتشب كده، وحاجة كده اخر جمال. يلا نفتح السندوتش كده نقطعه ونشوف السندوتش من جوه. حاجة ممونة ما شاء الله. البيت كله اكل. دي مش الكمية كلها يا جماعة، ده عملت اكتر من كده، بس ده بقى اللي انا بقدمه لكم بس بالتصوير. اهو شايفين السندوتش من جوه والجبنة سايحة وجميلة ازاي، والبطاطس والفراخ خطيرة. جربوها وقولوا لي رأيكم ايه في التعليقات. مستنية اللايك والشير، وبتشوفوني من اي بلد، واستنوني في فيديو جديد ان شاء الله من قناة اكلة وفكرة مع سمية.